مرحبا فيكم بفيديو جديد وفيلم جديد. فيلمنا بيبدأ مع جيمي وهو مرمي على الأرض وميت، وبنرجع بالزمن 16 ساعة كرمال نفهم شو اللي صاير وليش. بيكون جيمي سكران بحانة وبيقعدوا بيتمسخروا عليه هنيك، وبيكون جيمي مستني واحد اسمه داني بيكون ابن شون صديقه، وكان محكي شون كرمال مبلغ مالي يعطيه، فبيقول له انه يروح ياخده من داني. لما بيدخل جيمي بينتبه انه داني عم يعطي لضباط شرطة المنطقة رشوة كرمال يضلوا دايما بظهره. بيدخل جيمي بعدها بيطلب من داني مصاري، لكن داني بيتهكم عليه وبيتشرط عليه انه يلبس لبس سانتا كلوز بحفلة عيد الميلاد اللي عاملها كرمال يعطيه المصاري. بنشوف بعدها مايك ابن جيمي لكنه متبري من والده كرمال الأفعال اللي كان بيعملها بالماضي. بيشتغل مايك شوفير على سيارة ليموزين وبيدرب ملاكمة، وكان بيدرب رفيقه ليكس. نرجع بعدها لعند داني وهو رايح لعند أبوه شون مع مجموعة لتجارة الهيروين، بيطلبوا منه إنه يساعدهم بإنهم يدخلوا البضاعة على البلد، لكن شون بيرفض بشدة وبيطردهم من بيته. فبيطلع بيوصلهم داني، فبيقولوا له إنهم دفعوا له مقدم على أساس إنه أبوه رح يوافق، وطلبوا من داني مصاريهم وإنهم رح يفوتوا عليه بالليل ياخدوا مصاريهم يا أما رح يقتلوه. فبينزل داني لعند أبوه هو معصب كتير وبيقول له إنه عطى كلمة لهي العصابة. فبيفهموا أبوه إنه من زمان وهو صغير كان يتاجر بالكوكايين، لكن اللي صار إنه أغلب رفقاته يا انحبسوا يا أما انقتلوا، وإنه التجارة هاي خلته يقتل أقرب الناس لإله، وإنه ما بقى يوثق بأي حدا. نرجع مرة تانية لعند مايك ببيته وهو عم يتجهز كرمال يروح على شغل الليموزين، ومرته عم تتجهز كمان هي وولاده كرمال يروحوا لعند أخوها يقعدوا عنده. بعدها بنيجي لحفلة عيد الميلاد وبيكون جيمي لابس لبس سانتا كلوز وسكران كتير وريحته كتير بشعة. بيبدو كل اللي موجودين يلاحظوا عدم تركيزه لحد ما يتطاول على وحدة قدام زوجها، وكانت رح تصير بوقتها خناقة كتير كبيرة لحد ما ينحرق جيمي من الدفاية. فبياخدوا رجال جون وبيغسلوا له وشه كرمال يفيق، فبيطلب منهم شون انهم لما يخلصوا يجيبوا له اكل ومي. بعدها بيقعد شون مع جيمي وبيقعدوا بيتذكروا ذكريات ايام زمان بيناتهم. بيسأل شون جيمي شو اللي مخلي حالتك بهذا الشكل؟ ليه دايما بتشرب وبتسكر كتير ومنبوض لوحدك؟ فبيقول له جيمي إنه ما بيعرف ينسى الماضي واللي قتله من غير سبب، وأكتر حدا مو قادر ينسى ابن أخوه اللي قتله من غير سبب. بيجي بأحلامه دايما فما بيقدر ينام، دايما بيكوبس وحاسس إنه ما عنده حدا مقرب منه بسبب أفعاله. لكن شون بيطمنه وبيقول له وين ما رح تروح أنا رح كون معك دايما ورح كون سند إلك. بيوصل بعدها اوردر توصيل لمايك، وبيكون الاوردر هاد من تجار المخدرات اللي بيكونوا بطريقهم لداني، وفعلا بيوصلوا مايك وبيستناهم وبيدخلوا هن لعند داني وصديقه بيطلبوا المصاري منه، فبيبعت صديقه يجيبهم من جوا. بنفس الوقت بيقابل مايك برا صديقه ليكس وبيحكي معه شوي. بعدها بيطلب منه يروح، لكن ليكس بيقله رح اروح بس لما اتصور بالسيارة وصور كم فيديو منها. لما بيجيب رفيقه لداني المصاري بيسلمن الشنطة، لكن لما بيفتحوها بيلاقوها مصاري مزورة. بيعصبوا كتير، لكن داني بيلحق قبل ما يعملوا أي شيء وبيطلع مسدسه وبيقتلن. لكن في واحد بيقدر يهرب وبيطلع وراه داني وبيقتله. بيشوف الجريمة هاي مايك وليكس وهن بالسيارة. بدور مايك سيارته بسرعة كرمال يمشي، فلما داني بيسمع صوت السيارة بيركض وراها وبيهدد مايك بالسلاح كرمال يفوت على البيت ويقتله. لكن مايك بيتخانق معه وبيقدر إنه يهرب منه، لكن أيضا محفظته بتوقع منه بالبيت، ومنها داني بيعرف عنوان مايك. أول ما ليكس يتأكد إنه داني مو موجود بيركض على دولاب السيارة وبيمشي. بيروح مايك على البيت وبيتصل بمرته جابي على تليفون ريكي أخوها، بيطلب منها إنها ما ترجع على البيت هلأ أبدا، وإنه في عنده مشكلة رح يحلها وبعدين يحكي معها. بنفس الوقت بيحكي شون مع جيمي وبيبلغه إنه ابنه ورط نفسه بمشكلة كتير كبيرة وخلي ما يعرف أحسن لإله. فهون بيندق الباب على مايك، بخاف وبيفكر حدا من العصابة، لكن بيطلع جيمي وبيكون رافض مايك إنه يدخله على البيت، لكنه حاول معه طلب منه إنه ينسى أي شي بينهم، ينسى إنه بيكرهه كرمال يقعدوا يفكروا بحل. فبيرد مايك عليه إنه رح يبلغ الشرطة، فبيحاول جيمي يخليه يتراجع عن القرار هاد، لكن مايك كان مصمم. بنفس الوقت بيكون داني مع صديقه رايحين لعند مايك وبيحكوا مع مساعد والده، بيطلب منه إنه ما يروح على أي مكان وبيقول له حاضر، لكن هو كان وصل على بيت مايك.
بيطلع جيمي من بيت مايك لكنه بيشوف سيارة داني صافة على الباب، فبيرجع بسرعة وبيضرب النار على داني قبل لحظات ما كان داني رح يقتل ابنه. فبيحاول مايك إنه ينقذ داني لكن ما بيلحق وداني بيموت. بيمسك جيمي تليفونه وبيحكي شون كرمال يقله إنه قتل ابنه. بيفهموا إنه داني اللي كان جاي يقتل مايك بالأول، فبيهددوا شون إنه رح يقتله هو وابنه. بعدها بيفيق مايك وبيقرر إنه يحكي مع الشرطة، لكن جيمي بيمنعه فبيطردوا مايك من بيته وبيكلم الشرطة ببلغ عن اللي صار بالضبط. فبيجي لعنده 2 ضباط اللي كانوا عم ياخدوا منه رشوة من داني بأول الفيلم. بيعاملوا مايك بمنتهى القسوة وبيقبضوا عليه وبيسمعهم بيقولوا بالجهاز إنه المجرم هرب، فبيفهم إنه رح يسلموه لشون كرمال يقتله. بيكون جيمي برا بيراقب اللي عم يصير وبياخد انتباهه وحذره إنه سيارة فرانك مساعد شون موجودة وسيارة الشرطة ماشية وراهن. أول ما بيشوف الضباط هدول أخدوا ابنه بيركض وراهم بالسيارة، وبتبدأ بتحصل بيناتهم اشتباكات بين سيارة الشرطة وسيارة جيمي لحد ما تقلب سيارة الشرطة وبيركض جيمي ينقذ مايك ابنه. قبل ما يهرب بيكونوا فاقوا شوي ضباط الشرطة ولسه جايين لحتى يصوبوا النار عليهم، فبيقرر مايك إنه يضربهم بالنار لكن بيمنعوا جيمي وبيضربهم هو. وهون بيركض مايك وجيمي بسرعة لمحطة القطار، لكن بيكون فرانك ورجال شون وراهم. فجأة بيوقف جيمي واحد كان لإله عليه مصاري، لكن مايك ما بيستنى وبيكمل هروب. بيشوف فرانك جيمي بيركض عليه وبيضرب وبيبدوا بيتخانقوا سوا لحد ما جيمي يقتله. بيوصل القطار وبيركب مايك بسرعة وبآخر لحظة بيوصل جيمي للقطار فبينادي عليه مايك إنه يركب معه. بيبدأ جيمي بيفهم شون كيف بيفكر هلأ وإنه عم يحاول يضايقه بكل شغلة بحياته، أصحابه وعيلته، فبيطلب منه بس يسمع كلامه ليوم واحد وبعدها ما لازم يشوف وشه مرة تانية. فبيوافق مايك على الكلام وبيوعده جيمي إنه خلال اليوم هاد لو ما لقى حل رح يسلم نفسه. منروح لشون وهو عم يطلب من رجاله إنه ينقل كل الجثث اللي ببيت داني لسيارة مايك كرمال يبين إنه هو المسؤول عن كل شي. بيحكي مع الشرطة ببلغن عن جريمة القتل اللي صارت بسيارة مايك، وكرمال الشرطة تاخدها كلها بتاخد رشوة. فبيسمعوا كلامهم وبيكون بالنسبة لهم مايك هو المجرم الحقيقي، ما عدا محقق واحد اسمه هاردينج. بيكون المحقق هاد مسك قضايا كتير بتخص جيمي من زمان، لكنه ما قدر إنه يقفل القضايا تبعتهم. فبيكون المحقق هاد بيكره شون كتير. بينزل مايك وجيمي من القطار وبيطلب من مايك إنه يروح لمرته وولاده وهو رح يحاول يتصرف. بيحكي جيمي مع شون وبيطلب منهم إنهم يتقابلوا لتسوية الوضع بينهم. بنفس الوقت بتتفرج مرت مايك على التلفزيون وبتشوف جوزها وهو متهم بجريمة قتل ضباط الشرطة. بعدها بيحكي جيمي مع المحقق هاردينج وبيطلب منه مساعدته، لكن المحقق طلب منه قدام مساعدته إنه يسكر القضايا تبعته اللي كان هو السبب فيها. فبيتوتر جيمي وبيسكر قبل ما ياخد قرار. بعدها بيروحوا رجال شون لعند ريكي على البيت بيفتشوه، فبيتخبى مايك ومرته وبناته بسرعة لحد ما يخلصوا تفتيش وبيجيلون تليفون فبيتحركوا بسرعة. بيقابل جيمي شون بيسلم نفسه لإله وبيفهمه إنه هو اللي قتل ابنه وإنه السبب في كل هالشي داني، لكن شون بيصر على إنه يقتل مايك ويوجع قلب جيمي عليه مثل ما وجع قلبه على ابنه. فبيهدده جيمي إنه رح يخبر الشرطة عن كل شي، فبيقله شون إنه ما حدا بقى مهتم لأمره إذا بيبلغ أو ما بيبلغ. مايك بيترك شون لكن رجاله بتضل ماشي وراه، لكنه بيعرف يقدر يهرب منهم ويروح لعند ابنه عند ريكي. لما بيعرف انه رجال شون وصلوا لريكي بيطلب منهم انه يروح على بيت الساحل تبعه يتخبوا هنيك. فعلا بيبدوا يجهزوا نفسهم كرمال يروحوا، لكن مايك بيطلب من ريكي يروح هو معهم وهو يضل مع جيمي. وقال انه ليكس صاحبه كان مصور فيديو لنفسه وظهرت فيه جريمة القتل، بيطلب منه انه يحميه لحد ما يوصل لفيديو ليكس. بس بنفس الوقت بيحكي شون قاتل مأجور كرمال يقتل مايك وجيمي، لكن بيطلب منه يقتل مايك بالأول ورح يعطيه ضعف المبلغ. لكن القاتل بيوافق من غير أي شي لأنه بيكره جيمي وبده يأذيه بأي شكل. بيوصل القاتل لبيت جيمي وبيبدأ يفتش فيه، ما بيلاقي أي شي، لكنه بيلاقي صورة قديمة على ظهر عنوان البيت اللي بالساحل. بنفس الوقت بيكون جيمي ومايك وصلوا للبناية اللي ساكن فيها ليكس، لكنهم ما بيعرفوا هو بأي شقة. بيطلعوا بيصيروا بيدقوا على الباب أو على أبواب كل الشقق. بشقة منهم بتكون في ست عجوز شبه
انتبهت عليهم إنه هن القتلة اللي طلعت صورهم بالتلفزيون. بتبلغ الشرطة بسرعة، وبشقة تانية شاف مايك أخوه ليجز لكنه ما كان ملاقيه، فبيطلب من أخوه إنه يبلغ ليجز إنه مايك محتاج مساعدتك. بتوصل الشرطة وبيبدوا إنهم يدقوا على أبواب الشقق كرمال يوصلوا لإلهم. توصل المعلومة للقاتل المأجور، فبيروح على نفس البناية وبيقتل الضابط اللي واقف برا مانعه من الدخول كرمال يدخل ويقتلن. بيشوفه جيمي وبيعرف إنه يطلب من ابنه إنه يهرب هو لأنه قاتل محترف جدا وما رح يتركن من دون ما يقتلن. بنفس الوقت بيكون بوحدة من الشقق 6 نست البوتاجاز شغال، فالنار هون بتحرق كل شي. بيصير في حريقة كبيرة بالطابق، وبتطلب من كل الناس تعمل إخلاء للمبنى. بيبدأ جيمي بيحاول يلهي القاتل برايس عن ابنه لحد ما يهرب. بيحصل اشتباكات بين جيمي وبرايس، لكن مايك بحس إنه ما بده يترك أبوه، فبيرجع مرة تانية هو ماسك السلاح كرمال يقتل برايس، بس بيرفض جيمي وبتدخل الشرطة وبتدخل عليهم. هون بقى بيهرب مايك وجيمي، وبيقوم برايس بيضرب على الضباط النار كرمال يلحق بجيمي. بنط مايك من البلكون وبيجي نط بعدها جيمي، لكن المحقق هاردينج بيطلب منه يسلم نفسه، بس برايس بيضرب عليه النار من الطابق اللي فوقن، فبيوقع على الأرض. فبيساعده مايك إنه يهرب معه. بيروح جيمي على بيت أخوه إيدي، ولما بيوصلوا بيبدأ مايك يعالج جرح أبوه، وبيطلب من إيدي سيارة لأنه محتاج إنه يتخبى هو وابنه بهي الفترة. فبيسأله إيدي ليش دخلت حالك بهي المشكلة، لكن بيقوله جيمي إنه هي المرة عم يدافع عن ابنه. فبدأ يكذبه إيدي ويقول لمايك إنه جيمي ولاؤه الوحيد لشون اللي خلاه يسلم ابن عمه بيلي لشون، ممكن عادي كتير يسلمك لإلك. وبيحكي له إيدي إنه بيلي كان صغير بالعمر ومانو فهمان، تهدد يا أما قتل شون يا أما السجن، وهذا الشي خلى جيمي يقتله. فبينصدم مايك وبيطلع من البيت وهو معصب كتير. بيركب سيارة إيدي وبيترك جيمي، فبيروح جيمي لعند أمه بالمشفى بيطمن عليها، وبيبدأ يكتب أسامي كل الجرائم اللي عملها كرمال يسلمها لهاردينج. بيحكي جيمي مع شون لآخر مرة وبيقول له إنه ما إله علاقة بابنه ويصفوا حساباتهم سوا، لكن شون بيصر على قتل ابنه. فبيخبروا جيمي إنه الأحسن إنه نموت سوا. بيروح جيمي على الحانة تبعت شون، بيقتل كل رجاله وبيدخل مكتب شون وما بيلاقيه، لكنه بيشوف بكاميرات المراقبة إنه عم يهرب. فبيروح جيمي وراه لحد ما يوصل لمحطة قطار القديمة. بيبدوا بيحكوا مع بعض وهن متخبيين، لكن فجأة بيظهر شون قدام جيمي وبيحاول إنه يضربه بالنار، لكن بيقدر جيمي يتفادى الرصاص وبيقتل هو شون. وبيروح جيمي لجنب شون، بيكون باين عليه الحزن جدا على صديقه، بس ما كان في قدامه حل تاني. بيظهر ليجز بقسم الشرطة مع الفيديو اللي صوره اللي بيثبت براءة مايك وإنه داني هو اللي قتل العصابة. فبيطلب هاردينج إنهم يطابقوا الرصاص المستخدم بقتل الجثث مع رصاص مسدس داني. بيروح جيمي لبيت الساحل تبعه كرمال يطمن على ابنه، لكن مايك بيخبره إنه بلغ الشرطة وإنه الأحسن لإله إنه يهرب، لكن بيرفض الهرب وبيقول له لما الشرطة بتجي أنا رح خبرن عن كل شيء. وبتطلع جابي بتسلم على جيمي وبتكون مبسوطة إنها تعرفت عليه. بتدخله يتعرف على أحفاده، وبعدها بيطلب من جابي إنها تاخد ريكي والبنات ويروحوا يقعدوا على البحيرة كرمال لما تجي الشرطة ما ياخدوا انتباههم. بيروح معهم مايك، لكن بيظهر برايس قدام البيت بيضرب نار على جيمي، لكن بيقوم جيمي بسرعة بيجيب سلاحه وبيطلب مايك من مرته انها تتخبى هي والبنات. بيوصل جيمي لبرايس وبيضرب عليه رصاصة، لكنه بيقدر يقوم بعدها وبيضرب على جيمي أكتر من رصاصة بتخليه يوقع على الأرض وما يقدر يتحرك. بيبدأ برايس بيروح ورا مايك كرمال يقتله، وبيبلشوا يضربوا رصاص هن الاتنين على بعض لحد ما رصاص مسدس مايك يخلص. وهون بيتدخل جيمي وبيضرب برايس بالنار وبيوقع جيمي على الأرض. فبيركض عليه مايك بيطمن عليه، وكانت أول مرة بيقله بابا، لكن بيطلع جيمي الورقة اللي مكتوب فيها كل الجرائم تبعته وبيموت بعدها. بيتبرأ مايك من كل القضايا وبتظهر حياته بعدها مستقرة وهو محتفظ بصورته وهو والده. لهم بتكون أحداث فيلمنا شيقة انتهت لهذا اليوم. خبرونا من أكتر شخصية حبيتوها وحسيتوها قوية بهذا الفيلم، وشو أكتر حدث شدكم. وما تنسوا تتابعونا بفيديو جديد وأفلام جديدة. استنونا دايماً.